زي ما انتم شايفين جبت جبنه موتزاريلا وجبنه رومي وجبت سجق. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ فك مثلا طبقه من الطبقات ونحط فيها موتزاريلا، نحطهم كده فوقيها ايه رقه فطير. الطبقه الثانيه بقى نحط ايه جبنه رومي، ما تكترش جبنه رومي بقى عشان ما تحدقش مني. حط برده طبقه كده كمان، ودي بقى الفطيره اللي هتبقى ميكس جبن بالسجق. حطيت تحت جبنه رومي وحطيت برده طبقه جبنه موتزاريلا وما كترتش برده. بسم الله. نجيب بقى السجق بتاعنا كده زي ما انتم شايفين كده، حطيت شويه سجق. نحطها بقى كده الطبقه الاخيره، واول حاجه نبدا بيها الميكس جبن. هاخدها احطها في الميكروويف، وطبعا لو عندكم فرن الفرن بيبقى احسن من الميكروويف، بس انا ما عنديش فرن فهحطها في الميكروويف لغايه ما الجبنه تسيح واجيبها ونجربها مع بعض. عادي تلاقي في الميكرويف كده حوالي دقيقتين، دقيقه على جنب، وبعدين قلبتها على الناحيه الثانيه. شكل الفطيره الجبنه جواها ساحت وريحه الزبده طالعه جميله جميله جميله. بسم الله. نحاول نقطعها كده. مولعه مولعه قوي، امسكها ازاي مش عارف. زي ما انتم شايفين كده الجبنه بتمط كده، شكلها جميل قوي وريحتها تحفه. عايز امسكها وامط الجبنه بس سخنه قوي. دوقها بقى كده نقول بسم الله. طعمها يجنن. طعم الزبده حوار كبير لوحده، الريحه لوحدها كفيله تخلي الواحد يخش فيها كلها يخلصها. شايفين الزبده لغوصه لغوصه فيها كميه زبده محترمه، وكمان اصلا الفطير عليها قشطه من فوق، فمديها طعم اصلا كمان طعمها خطير خطير خطير. ناخد بقى فطيره السجق نحطها في الميكرويف برده ونجيبها ونجرب. وادي الفطيره بالسجق بتاعتنا. شايفين الجمال؟ ريحه الزبده مع القشطه لا تقاوم بصراحه. زي ما شايفين كده دي فطيره السجق. يعني انا نفسي اقطعها قدامكم واخلي الجبنه تبوظ، بس سخنه قوي مش هعرف بصراحه. نقطعها بالقطاعه كده بسم الله كده، ربنا يستر والطبق ما يبص. بعد كده شكل الفطيره بالسجق دي طبعا مش عارف امسكها سخنه. دو حته بقى كده بسم الله. حرفيا تحفه فنيه. لازم تجربوها بنفسكم. ممكن تبقى تجربوها بلحمه مفرومه او بكبده برضو، اي حاجه من الحاجات دي اظن هتبقى جامده. نفسي اعملها كده، خلي الجبنه تبوظ بس سخنه مش عارف امسكها حلو. الحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها لكم توصف الجمال ده، نفسي تكونوا موجودين معايا حالا وبتاكلوا. طعمها خطير خطير خطير. الحاجه الوحيده الوحشه فيها انها خلصت. صل على محمد، 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 صل على محمد.